مرحبا، شلونكم؟ وجه جديد بنختم عليه ختم MB ولوك جديد. Stay fixed MB جل الحواجب. هذا أول شيء راح أسويه، أرفع حواجبها، أعبي الحاجب بأخف وأثبت جل ممكن تستخدمونه، أخليه ياخذ وقته، بعدين أمشط الشعرات. انتبهوا تشكلون الحاجب، يعني مثلا تضغطونه على الجلد أو تمشطونه وهو ماخذ وقته، لازم يمسك شوي وبعدين شكلوه مثل ما أنا قاعدة أسوي. في بنات واجد ما ينتبهون، إذا سووا الحركة وسووا الشعرات حيل منكوشة ممكن يصير شكل الحاجب أسوأ. استخدم فرش حواجب MB، أرسم وأمشط، يعني أخفف حدة الرسمة وأحاول أخليه متوازن البداية بالنهاية. أستخدم أي كونسيلر أو أي قاعدة كريمية قريبة من لون بشرتها، أوحد فيها لون الجفن وفي نفس الوقت يكون بيس للشادو اللي بحطه. شوفوا، بطل اللوك اليوم الحاجب. لو نزلته زيادة راح أخرب شكل العين وأزيد من النفخة اللي كانت أساسا موجودة في الجفن الثابت. إذا أنتوا نفس عيون الموديل حواجبها، إذا رسمتوا الحاجب مضبوط كل شيء بيكون تمام. شوفوا، هو مجرد ما رسم الحاجب صح، الحين لو تفتحينها تشوفون الجفن صار متزن، يعني بطل يصير نازل حيل أو ضاغط على عيونها. وأثبت العين وحوالين الحاجب لأنه بعد نظفت باللوس باودر. الحين بستخدم هالدرجة البرونزية من باليت فيث، أوزعها بس في الجزء اللي فيه نفخة وأسحب العين. حتى تحت الحاجب عشان ما يبين ناقص، يعني من بداية الحاجب إلى نهاية الحاجب أعبيه باللون البرونزي بشكل عشوائي. الدرجة البني من باليت فيث أدمجها مع اللون البرونزي بس بهالجزء من العين. فرشة كلاسيك بلندر للدمج، أدمج كل اللونين مع بعض وأخفف من حدتهم وأسحب الجفن إلى برا. أرجع الباليت فيث وأستخدم الدرجة البيضاء، أوزعها على الجفن المتحرك. وأخليها على امتداد اللون البني اللي سويته. كل ذا بيسحب لي العين، بيطولها. هالفرشاة أحبها مو بس حق الكونسيلر، تعرفون أنا معتمدتها أساسية بالنسبة لي، حتى إذا بحط شيء ولون واحد أحب أستخدمها، توزع من قلب اللون. هالخطوة بتغير عينها تماما، وخلينا نقول هي خطرة، يا تحلي عينها يا تخليها منفوخة أكثر ونازلة أكثر. برسم لها آي لاينر سيجنتشر.
حددت خط رموش، خليتها خط ناعم دقيق بس عرضت جناح الآيلاينر. مبدئيا هذا رسمة الآيلاينر اللي تناسب جفنها، يعني من تفتح أو تغمض ما يبين مكسور. صح، عندي خبر حق البنات اللي يصيرون للدورات، في دورة بس مو قريبة، انتظروني شويات أشيك متى. كنت محتارة مدمع أو لا، طبعا إيه بس بدون ما أمده، هذا أصعب شيء لما لازم يكون في آيلاينر أو مدمع وما أكون بوجه الكاميرا. وهنا قررت إني أمد الآيلاينر، هذا آيلاينر أمبي الأسود، بس بخلي نهاية حادة أكثر. استخدم لها ثاني رمش من فوكس ايز أمبي. شوفوا قديش طبيعي، ما راح يغطيني رسمة الآيلاينر. قلم كحل البني أو ماي آيز، كحلت في داخل العين، وأنا أرسم داخل عينها نزلت شوي من هالجهة بالكحل، وبعدين جبت هالفرشاة وسحبت جزء منه لبرا. بستخدم هالدرجة، هي هايلايت قوي من باليت فيث، وزعها هالجزء من العين وقريب من المدمع. شوفوا تأثير الهايلايت تحت العين شلون عطى عينها براءة، ونعكس حتى على عيونها. طبعا مو كل أحد يناسبه، بس اللي يناسبها بيحليها جدا. باليت فيث الدرجة البرونزية، أسوي فيها نفخة وهمية، واسحبها مع الايلاينر. كونسيلر أمبي درجة لوتس، شوف أغطي فيها الأماكن اللي فيها حبوب وفيها احمرار أو تصبغات، وخليها تمسك شوي. شوفوا على طول مسحتهم مسح، بعدين أفتح الكونسيلر. بعد ما مسك بالبشرة بطريقة الضغط وبهالفرشاة أدمج دمج خفيف. الفونديشن بيكون لاتيه، حتى توفي بيناسبها. أوزع الفونديشن على الوجه والرقبة، أبتدي بهالجزء.
بكثر هالمرة بلشر، بستخدم هالتكنيك اللي يكون قريب من الكونسيلر. أنا أفضل إذا بكثر بلشر بهالطريقة أحطه قبل الكونسيلر. أول كونسيلر استخدمته للحبوب لوتس، بس بعد بلشر بستخدم بانكيك. بتشوفوا النتيجة خيالية لتحت العين. شوفوا جمال الدرجة، شوفوا جمال البلشر. أدمج بنفس الفرشاة اللي دمجت فيها الفاونديشن. كونسيلر بانكيك، أبيها المنطقة تكون منورة، يعني أبيها أفتح من باقي الوجه. شوفوا هنا لما بيندمج مع البلشر شلون بيطلع، يعطيني درجة جديدة، بيتدرج البلشر. نسوي لها كونتور. هذا إن شاء الله MB. يلا نحولها وردة. بنستخدم هالدرجة من بلشر وان تاتش MB. أبي؟ دقيقة خلينا